أكلات تحديد نوع الجنين. هل في حاجة اسمها أكلات بتخلي نوع الجنين ذكر وأكلات بتخلي نوع الجنين أنثى؟ في الحقيقة الكلام ده قتل بحثا وبنتسأل فيه بشكل كبير جدا. يا دكتور أنا عاوز آكل أكلات أثناء عملية الحقن المجهري، أو زوجي ياخد بعض الأدوية عشان ينشط الحيوانات المنوية الذكورية، أو ياكل بعض الأكلات اللي بتعمل ده. في الحقيقة مفيش أي أساس علمي لهذا الكلام، والطريقة الوحيدة المضمونة لتحديد نوع الجنين هو تحديد نوع الجنين عن طريق الحقن المجهري، ونسبة نجاحها بتوصل لأكتر من 99% في تحديد النوع، بمعنى ان هي بتكون دقيقة جدا انها تعرف نوع الجنين قبل نقله الى تجويف الرحم. وبالتالي مفيش حاجة اسمها اكلات بتخلي نوع الجنين ذكر او بتتحكم في نوع الجنين خالص. كمان في طرق تانية غير الأكلات، زي استخدام مثلا بعض المواد زي التشطيف المهبلي أو غيره، أو استخدام بعض المواد اللي بتغير من درجة الحموضة والقلوية للمهبل، أو استخدام حتى بعض الأدوية، أو استخدام بعض الأنواع التجارية اللي احنا بقينا نسمع عنها الأيام دي، أو استخدام الجدول الصيني المعروف، أو استخدام حاجات كتير جدا. كل هذه الطرق ليس لها دليل علمي واضح على ان ممكن الجنين يكون ذكر او انثى عن طريق التحديد بهذه الطرق، ولكن الطريقة الوحيدة المضمونة زي ما قلت لحضراتكم هي طريقة تحديد النوع عن طريق الحقن المجهري.